المحاضرة الثانية من مادة قانون الأعمال المدني. وقفنا في المحاضرة الأولى أن من خصائص القاعدة القانونية أنها تنظم سلوك الأفراد في المجتمع. ثالث خاصية من خصائص القاعدة القانونية أن القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء. القاعدة القانونية إلزامية إجبارية، عشان اللي هيخالف القاعدة القانونية هيوقع عليه الجزاء. طب إيه صور الجزاء عندنا؟ عندنا واحد جزاء جنائي. واحد جزاء جنائي. بتاع إيه الجزاء الجنائي؟ بتاع الجرائم والعقوبات. تقسم الجرائم على شدة جسامتها جنايات وجنح ومخالفات. أخطر الجرائم وأبشعها هي الجنايات، تليها الجنح، وآخر حاجة المخالفات. يبقى حضرتك الجزاء عندنا مش واحد، في جزاء جنائي، اتنين في جزاء إداري، في جزاء إداري. الجزاء الإداري ده بيوقع على موظف الدولة أو موظف الحكومة أو بنقول عليه الموظف العام. ثلاثة، عندنا جزاء مدني. جزاء مدني حضرتك دلوقتي لو في عقد بيع ما بين بائع ومشتري، تمام كده؟ عقد بيع في بائع ومشتري. حضرتك المشتري اشترى الشقة بتاعت الراجل ده، تمام كده، ب200,000 جنيه. جه ياخد منه الشقة مرضاش يديها له، فالراجل ده هيروح يرفع قضية في القضاء المدني. القاضي هيحكم له بحاجة اسمها واحد، تنفيذ عيني. تنفيذ ايه؟ عيني. يعني يروح للراجل ده اللي اداله الفلوس وياخد منه الشقة. اتنين، ممكن القاضي يحكم بالتعويض. لو الراجل ده راح له المشتري ولقى الشقة بتاعته وقعت، حصل لها اي حاجة، العمارة وقعت، هيقوم حاكم القاضي للشخص ده بالتعويض، هيديله 200,000 جنيه. عندنا برضو حاجة اسمها الفسخ. الفسخ هو إعادة الحال إلى ما كان هو عليه. الفسخ ده بيحصل لما في أحد الطرفين بيخل بالتزامه. الإخلال بالالتزام هنرجع الحال إلى ما كان هو عليه. وآخر حاجة من صور الجزاء المدني البطلان. عندنا بطلان نسبي وعندنا بطلان مطلق. البطلان النسبي ممكن يتصحح، البطلان المطلق ما ينفعش يتصحح. يبقى حضرتك عرفت ان اخر خاصية من خصائص القاعدة القانونية انها ملزمة ومقترنة بجزاء. الجزاء عندنا مش واحد، في جزاء جنائي بتاع الجرائم والعقوبات، في جزاء اداري ده بيوقع على موظف الدولة او الموظف العام، في جزاء مدني. جزاء مدني تنفيذ عيني، تعويض، فسخ، بطلان. تمام كده؟ نكمل. الفرق بين القانون والقواعد الاجتماعية الأخرى، اللي هم ايه القواعد الاجتماعية الأخرى؟ الأخلاق والدين. سؤال بسيط جدا. واحد، القانون غايته نفعية. القانون غايته نفعية، بينفع الفرد والمجتمع. الأخلاق مثالية، أما الدين كمالية.
طب اللي بيخالف القانون بيطبق عليه جزاء دنيوي. بيطبق عليه جزاء ايه؟ دنيوي. طب الاخلاق ملهاش جزاء، اما الدين جزاؤه اخروي. نكمل. فروع القانون. عندنا قانون عام وعندنا قانون خاص. طب اعرف الفرق ازاي ما بين الاتنين يا دكتور؟ هقول لحضرتك القانون العام بتكون الدولة طرف فيه، اما القانون الخاص بيكون ما بين افراد. طيب زي ايه القانون العام؟ اول حاجة القانون الدستوري هو القانون الذي يضع نظام الدولة وسلطات الدولة الثلاثة. طب بيجي لنا ازاي في الامتحان؟ يجي يسأل حضرتك يقول لك يعتبر القانون الدستوري فرع من فروع القانون؟ هتقول له العام. يجي يقول لك ده القانون اللي بيحط نظام الدولة وسلطات الدولة الثلاثة، هتقول له القانون الدستوري. 2 قانون مالي. القانون الايه؟ المالي يعتبر فرع من فروع القانون العام. لقيت في الامتحان نفقات الدولة، ايرادات الدولة، كلمة موازنة عامة، هتقول له ده القانون المالي. يجي يسأل حضرتك هو القانون المالي ده فرع من فروع القانون الايه؟ هتقول له القانون العام. ثالث قانون القانون الإداري. القانون الايه؟ الإداري. جه سأل حضرتك على المرافق العامة، جه سأل حضرتك عن موظفين الدولة، هتقول له ده قانون ايه؟ إداري. هيجي يسأل حضرتك ده فرع من فروع القانون ايه؟ هتقول له القانون العام. عندنا 4 القانون الدولي العام. القانون الدولي العام باين من اسمه ان هو فرع من فروع القانون العام. بيتكلم عن المنظمات الدولية، بيتكلم عن الاتفاقيات الدولية، بيتكلم عن المعاهدات الدولية. تمام كده؟ تمام. آخر قانون عندنا القانون الجنائي. آخر قانون عندنا القانون الجنائي، ده بتاع الجرائم والعقوبات، بتاع الجرائم والعقوبات. يبقى حضرتك لو حفظت ال5 قوانين دولت هتعرف ان دي فروع قانون العام. يبقى اي قانون تاني ده قانون خاص. بس هفهمك برضه. طب القانون الخاص زي ايه؟ 1 القانون المدني. القانون المدني ده فرع من فروع القانون الخاص. ده بينظم العلاقات ما بين الاشخاص. يبقى القانون المدني ده بنقول عليه ابو القوانين الخاصة. ده قانون خاص بيتم ما بين افراد، فيبقى قانون خاص بينظم العلاقات ما بين الافراد زي عقد البيع وعقد الايجار. عندنا القانون التجاري بيتم ما بين تجار، يعني افراد، يعني قانون خاص. يجي يقول لك القانون اللي بينظم علاقة التجار ببعضهم البعض. عندك قانون العمل فرع من فروع القانون الخاص. هو قانون العمل عبارة عن ايه؟ عبارة عن العامل وصاحب العمل، ان العامل يعمل تحت اشراف وخضوع وادارة صاحب العمل مقابل الاجر اللي هيتقاضاه من صاحب العمل. طب انا العامل وصاحب العمل عندي افراد، فده يبقى قانون خاص. عندك القانون البحري قانون خاص، القانون الجوي قانون خاص، القانون الزراعي قانون خاص، قانون المرافعات قانون خاص. فحضرتك هتحفظ ال5 قوانين العامة اللي هو الدستوري والمالي والإداري والدولي والجنائي، ما عدا ذلك ده قانون خاص.
اخر سؤال هناخده في الجزئيه دي، وهيبقى فاضل لنا جزء بسيط في الفيديو الجاي ان شاء الله، وابقى خلصت لك الكتاب الاول من قانون الاعمال المدني. طب حضرتك الجزء ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن سؤال مهم جدا اسمه القواعد الآمرة والقواعد المكملة. القواعد الآمرة والقواعد المكملة. ايه الفرق ما بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة؟ القواعد الآمرة هي قواعد لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. ليه يا عم الحاج؟ لأنها تحقق مصلحة عامة. لأنها بتحقق مصلحة إيه؟ عامة. زي إيه؟ زي حضرتك الضرايب. هو ينفع إن حضرتك ما تدفعش ضرايب؟ ما ينفعش، لأن دي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. 2. أداء الخدمة العسكرية. أداء الخدمة العسكرية دي قاعدة آمرة ما ينفعش إن إحنا نتفق على مخالفتها. ليه؟ لأنها بتحقق مصلحة عامة. طب القواعد المكملة هي قواعد يجوز الاتفاق على مخالفتها. إزاي ينفع إن أنت تتفق على مخالفة القانون؟ هقول لحضرتك مثال. في قاعدة قانونية بتقول الثمن مستحق الوفاء وقت المبيع. يعني حضرتك لو رايح تشتري سيارة لازم، القاعدة القانونية بتقول لك لازم تدي للراجل صاحب المعرض الثمن كله عشان يديك السيارة. هو مش حضرتك ممكن تتفق معاه ان انت تقسط له الفلوس؟ هو مش حضرتك ممكن تتفق معاه ان انت تديله جزء ويتبقى له جزء؟ انا كده خالفت القاعدة القانونية. بس القانون بيقول لك طالما ما بين افراد، طالما بتحقق مصلحة شخصية، فيجوز الاتفاق على مخالفة القانون. فهمتوا النقطة دي؟ طب اعرف منين او اعرف الفرق ما بين الاتنين ازاي؟ قال لحضرتك في عندنا حاجة اسمها معيار شكلي، وفي حاجة عندنا اسمها معيار موضوعي. في حاجة عندنا اسمها معيار شكلي ومعيار موضوعي. المعيار الشكلي لو لقيت امر او نهي تعرف ان دي قاعدة آمرة. حضرتك لقيت صيغة تخيير او يجوز الاتفاق على مخالفتها تعرف ان دي قاعدة مكملة. طب المعيار الموضوعي لقيت الموضوع بيحقق مصلحة عامة تعرف ان دي قاعدة آمرة. لو لقيت الموضوع بيحقق مصلحة خاصة تعرف ان دي قاعدة مكملة. يجي لنا ازاي السؤال في الامتحان؟ يقول لحضرتك هي القواعد المكملة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. هتقول له غلط، لان القواعد المكملة يجوز الاتفاق على مخالفتها. يجي يقول لحضرتك القواعد الآمرة بتحقق مصلحة شخصية. غلط، دي بتحقق مصلحة عامة. هنقف لحد هنا، والمحاضرة الجاية هنخلص نظرية القانون كاملة.